السلام عليكم. أنا مصطفى ناجي ودي حلقة جديدة. وفي الحقيقة بالنسبة لي كمصطفى لا أؤمن بالصدفة، وده لأن كل حاجة مقدرة ومكتوبة من عند ربنا. طبعا الكلام ده ممكن يزعل محبين نظريات التطور بتاع داروين، لكن ده مش موضوعنا النهاردة. في الواقع أنا بيثير فضولي إن في حاجات بتحصل فجأة من غير ترتيب ليها أصلا، وبالذات كمان في مجالات زي الاكتشافات والبحث العلمي. يعني تخيل إنك كعالم تفضل 20 سنة شغال على اختراع معين، وفي الآخر تخبط في المادة إكس عشان تصنع فتاة القوة. وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. وبما إن حدوث شيء بدون ترتيب مسبق يطلق عليه في اللغة الدارجة مصطلح صدفة، فأنا النهاردة جاي أتكلم عن صدف غيرت التاريخ. فيلا بينا نبدأ. رقم 4، الإكس راي أو الأشعة السينية. الثورة العلمية اللي عملها الإكس راي في بداية ظهوره لحد النهاردة كانت كبيرة جدا في مجالات الطب والعلاجات. انت متخيل انك تقدر تشوف هيكلك العظمي وتعرف فين الكسر او المرض اللي موجود في الفقرات العظمية وتعالجها؟ زمان كانت المرة الوحيدة اللي ينفع يتشاف فيها هيكلك العظمي لما جثتك تتحلل وحد ينبش القبر عشان يسرق الكفن مثلا. وخليني اقول لك ان الاكتشاف ده حصل صدفة. سنة 1895 لما فيزيائي ألماني اسمه فيلهلم رونجتن يعمل تجربة على أشعة الكاثود لاكتشاف مدى قدرتها على النفاذ من خلال المواد المختلفة. وفي خلال التجربة دي أنبوب الأشعة كان متغطي بورق أسود، وبعد شوية لقى إن الألواح اللي حاططها علشان يقيس التجربة بيظهر عليها لون أخضر غريب، وفسر ده بإن في أشعة غير مرئية اخترقت الأوراق وسببت الأثر ده. فنده على مراته بسرعة وقال لها هاتي إيدك كده، فهي قلقت شوية، قالت له طب هات إيدك أنت الأول. المهم يعني بعد جدال دام لدقائق مسك إيديها وحطها قدام مصدر الأشعة علشان تحصل المفاجأة ويظهر هيكل عظم إيد مراته بالكامل. وبسبب الاكتشاف ده وفي سنين قليلة بس قدر يوصل الاكتشاف لأماكن كتير، وتم استخدامه في أوروبا للكشف عن العظام وحصوات الكلى وغيرها. وبرضه بفضل الاكتشاف ده استحق رونجتن جائزة نوبل سنة 1901 علشان يبقى أول عالم يحصل على جائزة نوبل في الفيزياء على مر التاريخ، وكل ده حصل بالصدفة. رقم 3، الميكرويف. واحدة من الاختراعات اللي غيرت في شكل عمل الفشار في كل بيت وبقت جزء أساسي من جهاز أي عروسة. مش عارف ليه حاسس إن أنا بعمل إعلان للجهاز نفسه. المهم يعني إن الميكرويف برضه كان صدفة. تعالى أقولك إزاي. في القرن اللي فات لما العالم كله كان بيتحارب ومحدش طايق حد، كان في شركة اسمها الراثيون. دي واحدة من شركات الدفاع الأمريكية، كلفت مهندس اسمه سبنسر علشان يطور أجهزة الرادارات لدول الحلفاء في الحرب. وفي يوم كان سبنسر بيتفقد معمله، وتحديدا كان ماشي جنب أنابيب الماجنترون المستخدمة وقتها في أجهزة الرادار. لاحظ إن قطعة الحلوى اللي كانت في جيبه بدأت تدوب، فالموضوع عجبه جدا. معرفش ليه دايما الاكتشافات بتبقى أولها حاجات بديهية، زي نيوتن مثلا اللي اكتشف الجاذبية لما التفاحة وقعت عليه. يا أخي ما التفاح طول عمره بيقع على الأرض، جات المرة دي يعني. المهم إن سبنسر كلف واحد من مساعديه إن هو يروح يجيب حبوب ذرة ويحطها جنب الأنابيب علشان يتفاجئ إنها اتحولت لفشار. فساب بقى سبنسر شغله في الحرب العالمية واتفرغ للاكتشاف ده لحد ما اتأكد من قدرة المواد دي على تسخين الأكل، وتمكن من الحصول على براءة اختراع للاكتشاف المذهل ده. رقم 2، البنسلين. ده يا سيدي أول مضاد حيوي في تاريخ البشرية، ورغم التحذيرات الكتير من المجتمع العلمي من الاستخدامات غير المنضبطة للمضادات الحيوية، بس مفيش حد يقدر ينكر دورها في إنها أنقذت ملايين الأرواح من أمراض كتيرة من وقت اكتشافها لحد النهاردة. الحكاية بدأت سنة 1928 لما سافر العالم الاسكتلندي ألكسندر فليمنج علشان يقضي أجازة بعيدة، وساب معمله لفترة ما كان جوه المعمل ده في أطباق بكتيريا. ولما رجع من السفر اتفاجئ إن نمو البكتيريا في الأطباق كان غير منتظم، ومن الواضح كده إن في حاجة ساعدت في النمو ده. واضح إن في فطريات دخيلة لا تنتمي لهذا الوسط، ولما عمل عليها اختبارات اتضح إنها فطريات اسمها بنستيوم. عرف فليمنج بعد كده إن الفطريات دي في صراع على البقاء بتنتج سموم لقتل منافسيها علشان تستحوذ على المواد الموجودة، وفعلا اتمكن فليمنج إنه يستخلص المادة المنتجة في قتل البكتيريا علشان يصنع أول مضاد حيوي عرفته البشرية. رقم 1، الزجاج غير القابل للكسر. في بدايات اختراع السيارات كان نوع الزجاج المستخدم فيها خطير جدا، بمعنى انه كان بيتكسر بسهولة، وده اللي كان بيخلي مجرد خبطة صغيرة في العربية ممكن تؤذي الشخص اللي بيسوق.
وفي بعض الأحيان ممكن تموته كمان، لحد ما تم اكتشاف وتصنيع الزجاج غير القابل للكسر عن طريق الصدفة. الحكاية بدأت قبل أكتر من 100 سنة، وبالتحديد سنة 1903. كان الكيميائي والرسام الفرنسي إدوارد بيناديكست في معمله، ووقعت من إيده كأس زجاجية فجأة. والحدث ده عادي ومتكرر وبيحصل كل يوم. بس إيه الغريب؟ طبعا هتقول لي أكيد الإزازة ما اتكسرتش ومن هنا تم اكتشاف الموضوع وبعد كده الموضوع خلص. لا، صديقي المشاهد، أحيانا بتكون ساذج، مع إن منطقيا ده ممكن يحصل. بس المفاجأة إن الإزازة اتكسرت فعلا، أو بالمعنى الأوضح هي تعرضت لشروخ، ولكنها فضلت متماسكة وأجزائها ما اتفرقتش على الأرض. وده كان بسبب إن الكأس كانت بتحتوي على نترات السيليوز اللي منعت الزجاج إنه يتفرق في حالة الكسر. بعدها قرر إدوارد إنه يعرض اكتشافه على المجتمع العلمي، وفعلا تم استثمار فكرة الاكتشاف عن طريق صناعة الزجاج المقاوم للكسر، ويكون عبارة عن دمج طبقتين من الزجاج بينهم طبقة من السيليوز. وبدأ استخدام الاكتشاف ده في صناعة السيارات سنة 1927، وبفضله قدر ناس كتير تحافظ على حياتها من حوادث مميتة. كده كل الحلقة خلصت. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. خد بوسة ويلا سلام.